السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات إيمي. تعالوا أقول لكم على تجربتي داخل حلقة السمك في اسكندرية. إيه الأكلة اللي إحنا جبناها وعجبتنا وكانت بالنسبة لنا كانت أرخص من المطاعم بكتير. حلقة السمك دي موجودة في منطقة الجمرك بالأنفوشي، وجنبها قلعة قطبي اللي هي التاريخية قريبة من قصر راس التين العظيم. هو ده طبعا مبنى سوق حضاري متكامل، موجود فيه جراج مسطح حوالي 3300 متر. ده متخصص أماكن بيع للسمك، بيبيع جملة وقطاعي. عندهم طبعا تلاجات ومخازن متطورة عشان خاطر يحفظ السمك. طبعا هناك السمك طازة بأشكاله وألوانه، ألوان كتير متعددة، يعني موجود عندهم كل حاجة: بولتي وسردين ومكرونة، سمك الهامور، سمك اللوت والمرجان، البربوني والسمك الموزة والبوري والقاروص والقراميط والبياض. عندهم كل حاجة موجودة وكل أنواع الجمبري والكابوريا. كل الملذ وطاب هو موجود هناك. احسن توقيت تشتري فيه هو من الساعة 9، لا، من الساعة 6 الصبح لحد 9 الصبح. ده احسن توقيت تشتري فيه السمك بتاعك، لكن هما بيبيعوا على مدار اليوم، بيبيعوا السمك بتاعهم. عايزة اقول لكم طبعا هما الصيادين هما اللي بيجمعوا السمك دوت من السواحل الاسكندرانية عن طريق الميناء اللي جنب حلقة السمك. كل طبعا ملذ وطابة زي ما قلت لكم موجود جوه حلقة السمك. انا كانت بالنسبة لي التجربة دي كانت حلوة جدا، لان احنا جبنا كل اللي احنا عايزينه باسعار مناسبة. جبنا حتى عيش طازة. وهنروح ناكل فين بقى؟ هناكل في شاطئ اللي هو بحري المميز. قلنا هناكل على الشاطئ علشان خاطر نشوف شكل المية، شايفين شكل السمك عامل ازاي. كل حاجة جبناها كان طعمها مميز، وكان سعرها كان حلو ومناسب بالنسبة لنا. كنا مجموعة كبيرة، فعشان كده احنا كنا جايبين حاجات كتيرة مختلفة وشيرنا مع بعض. كمان في كافيه جوه الشاطئ، لو انتوا عايزين تشربوا شاي او تشربوا اي عصاير موجودة عندهم، او اي ايس كريم، اي حاجة انتوا محتاجينها هتلاقوها يعني موجودة ومتوفرة باسعار كويسة. انا بالنسبه لي التجربه دي كانت بصراحه عجبتني. انا جربت كذا مطعم هناك وكانت اسعارهم هناك مبالغ فيها، لكن بصراحه حلقه السمك كانت بالنسبه لي موفره جدا، والطعم كان حكايه. جربوا ان انتوا تجيبوا من حلقه السمك، وبلاش نشوف من المطاعم مره كده ومره كده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس.